كل سنه وانتم طيبين. انا هعمل لكم النهارده زي ما بوعدكم ان انا اعمل كل حاجه في البيت. النهارده هنعمل الطحينه البيتي زي بتاعه المصانع بالظبط وزي الشركات. انا عملت لكم شويه طحينه اهو عشان تبصوا المنظره. بصوا طحينه للفول، شويه فول بقوطه شويه فول بطحينه كده للسحور، بليمون بزيت حار. تعملي طحينه عشان خاطر الكفته جنب الاكل. السفره ما بتستغناش عن الطحينه، ونفس سر المصانع بالظبط. انا سالت ناس بيعملوها في السرجه، وسالت ناس جوه المصانع والشركات الكبيره وقالوا لي على الطريقه دي، فانا حبيت ان انا اشارككم فيها. ايه رايك؟ تعالي نعمل الطحينه البيتي انضف واحلى واوفر مليون مره. يلا بينا. تعالوا نعمل شويه طحينه في البيت، بس الطحينه المره دي مختلفه عن كل مره انا بعملها معاكم. طبعا السمسم هجيبه سمسم ابيض، وهنزل كوبايتين. انا هعمل على قد كوبايتين سمسم على النار، ندفيهم شويه ماشي، وايدينا طبعا بتقلب فيه. تفضلي كده تقلبي لغايه ايه ما يتحمص شويه. طبعا هتقولي لي طب ما انا اجيبه سمسم متحمص. السمسم المتحمص هيبقى غامق قوي، لكن احنا هنا مش هنغمقه. احنا هنا مجرد ان احنا بنشوحه شويه على النار او بنسخنه على النار، عشان لما اجي اطحنه في الكبه يطحن معايا بسهوله. فاهمه؟ يبقى لازم سمسم ابيض للطحينه اللي انت هتعمليها. طبعا انا عملتها قبل كده بطريقه مختلفه خالص، المره دي برضو بعملها لكم بطريقه جديده، عشان اللي سهل عليه يعمل كده يعملها، واللي عايز يعملها كده يعملها. يعني عندكم الطريقتين موجودين على القناه. في قناه انا وبناتي دي كنت عملتها ونزلتها عندكم، في انا وماما برضو، بس دي انا هنزلها في انا وماما عشان كل سنه وانتم طيبين. شويه طحينه حلوين يتعملوا في البيت، هيوفروا معاكي كتير 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 مع الفول ابو طحينه. لو عايزه تاكلي فول بطحينه، او لو عايزه تاكلي فول بالصلصه، هتعملي شويه طحينه على جنب الكبده جنب الكفته، يبقى سهل معاكي ماشي. هنقعد نقلب كده شويه زي ما قلت لك، احنا بنسخنه مش هنحمصه او نغمقه كده. خلاص احنا ايه، حمصنا السمسم او قلبناه شويه ادينا له لون ماشي. هرفعه بقى من على النار، وهنعمل اهم تكايه. انا هسيبه يبرد شويه السمسم، وبعدين هطحنه في المطحنه بتاعه الخلاط ماشي. تعالى بقى نعمل اهم تكايه في الطحينه. بصوا هنا بقى اهم تكايه، وانا واخداها الموضوع ده سر كمان من المصانع نفسها اللي بتعمل الطحينه، الشركات اللي بتعمل الطحينه، وسالت عليها برضو بتوع السرجه اللي بيعملوا الطحينه، فلقيت نفس السرجه بتعمله هي اللي بتعمله الشركات الكبيره. بصوا انا حطيت كوبايتين سمسم ابيض وحمصتهم، نص كوبايه من الدقيق اوكي، عليها كوبايه من الزيت، زيت يكون نضيف كده، زيت عافيه، زيت سلايت. ادي كوبايه من الزيت. مجرد ان انا هسخنه مش اكتر من كده، هنسخنه على النار يعني. بصوا اهو النار اهي عاليه، مجرد ان انا هسخنه كده على النار اهو، مش هحمر دي ولا حاجه اهو. ولو احتجت زيت تاني على السمسم هحط. انا لسه بضربه في الخلاط، بنعم السمسم في كبه الخلاط اهو، اسخنه بس. دي وصفة الشركات ووصفة بتوع السرجة برضو، امشي عليها واعمليها بنفس الخطوات. كوبايتين السمسم عليهم نص دقيق عليهم كوباية زيت بس. تعالوا بقى نشوف التكاية التانية. تعالوا بقى نكمل. ادي السمسم طحناه، بصوا المنظر اهو بعد ما اتطحن ماشي. وادي الزيت بالدقيق اللي احنا حمصناه بمضرب البيض بقى كده واحده واحده. واحده واحده بس كده اعمله عشان بس الدوشه وكده. خلاص تبقى خلصنا الطحينه. بصوا المنظر يبقى كده الخلاط. بصوا المنظر، الطحينه اهي زي بتاعت الشركات بالظبط واحسن منها. ممكن تكون اتغمقت معايا شويه عشان انا حمصت الدقيق السمسم قوي، بس ايه، حاولي ان انت ما تحمصيش السمسم قوي زيي. بصوا انا هعمل معاكم شويه طحينه
عشان برضو نجرب اللي عملناها. شوية صغيرين قوي تكون دافية. شوية خل. بصوا استنى اجيب الخل. هنعمل شوية طحينة بقى. وادي الخل. بصوا طحينة يعني اللهم صل على النبي، صلوا عليه كده، اللهم صل على النبي. وادي شوية هريسة اللي احنا عاملينها برضو في البيت اهو. طحينة بيتي، سر الشركات وبطريقة الشركات اللي بتتعمل. شوية كمون بقى، بصوا فيها اختلاف، مفيهاش اي اختلاف اهو. وبصوا فاتحة برضو ازاي لما اتعملت بالطحينة. شوية ملح، ندوقها كده معاكم. والله حلوة. شوية ملح وشوية كمون بقى يظبطوا المسائل معاها. شوية ملح صغيرين قوي اهو، وشوية كمون تبقى تمام التمام. ادي الطحينة بسر الشركات وبسر السرجة. ونعبي الباقي في قلب بطرمان وحطيه عندك في التلاجة، حطيه بره. والله تحفة تحفة. يلا اعمليها وانا هعبي الباقي هنا. ده كده خلاص، شكرا، قضى غرضه. نعبي بقى الباقي هنا كده اهو، ونبقى كده تمام. عملنا الطحينة في البيت. كل سنة وانتم طيبين، ووفرنا كتير قوي 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 من الحاجة اللي غالية بره. كل سنة وانتم طيبين. زي ما وعدتكم بوعدكم دايما ان انا اعمل لكم كل حاجة في البيت. ما تنسوناش في اللايك وقلوبكم الجميلة. كل سنة وانتم طيبين. باي باي حبايبي.